النهارده هنتكلم عن أسطورة من أساطير علماء العرب، ابن ماساويه أو ابن موسى. هو أبو زكريا يحيى ابن ماساويه الخوذي، الطبيب والمترجم المسيحي. والده كان من الأهواز أو الأحواز، وهي كانت تسمى عربستان، موجودة حاليا في جنوب غرب إيران. يعود له الفضل في تطور العديد من العلوم في العالم الإسلامي في العصر العباسي الأول، وقدم عدد كبير من الإنجازات الطبية وتحديدا في علم التشريح، وكان بيعتمد على طريقة تشريح القردة ثم يطبق ما توصل إليه على الإنسان. ترك ابن ماساويه ما يقرب من 40 مصنفا، ما بين كتابا علميا ورسائل، ومنها النوادر الطبية، كتاب الأزمنة، كتاب الحميات، كتاب عن دغل العين، ومعرفة محنة الكحالين. وهذه الكتب ترجمت وطبعت عدة مرات. أما عن كتبه وأثاره التي لم تطبع فحدث ولا حرج: كتاب طبقات الأطباء، كتاب الكامل، الأدوية المسهلة، كتاب دفع مضار الأغذية، علاج الصداع، الصوت والبحة، الفصد والحجامة، معرفة العين وطبقاتها، كتاب البرهان، كتاب السموم وعلاجها، كتاب المالي خليا، كتاب الأشربة، كتاب الجنين، كتاب المعدة، كتاب الجذام، كتاب التشريح. وتوفي هذا العالم العظيم في سامراء في جمادى الآخرة سنة 200